في مقدمات كتيرة لو انت عايز تتكلم عن ميشن امبوسيبل الجديد، لو انا عايز اتكلم عنها، بس في حاجة مؤكدة كده وانا بتفرج وقبل ما ادخل وبعد ما طلعت. توم كروز حملة، يعني توم كروز في هوليود حملة فعلا، والنقطة دي بتلفت انتباهي دايما. عنده القدرة ان هو يعيد انتاج نفسه، يعيد تنظيم الحاجات اللي قدمها قبل كده في صورة جديدة، في صورة متبلة، بنكهة مميزة. الراجل بيقدر ان هو لو في فشل، ده لو في فشل يعني، او تحديدا لو احنا بنتكلم على الحاجه اللي جابت تحت شويه في الفتره اللي فاتت او السنين اللي فاتت، كان فيلم ذا مامي، تمام. ولكن الراجل بسرعه بيقدر يرجع وبيقدر يشتغل على النواقص بتاعته، ويقدر يشتغل على نقط الضعف اللي موجوده وبيحولها لنقط قوه بطريقه غريبه جدا. قبل كده بفتره من حوالي سنه او اكتر كان انتشر ليه فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو عمال متعصب وبيشتم في طاقم الانتاج اللي موجود معاه، وبدا الناس تتكلم ان هو نجم ومغرور ومش مغرور والموضوع ده كله. ولكن بعد التفسير او بعد الناس ما اتكلمت ان الراجل ده غير ان هو سوبر ستار، هو اساسا منتج، والفيلم تحديدا الاخير ده من انتاج شركته هو افلام تانية كتير. فالراجل مدرك جدا لقيمه الفلوس وفاهم قيمه التسويق، وعارف كل قرش المفروض لما بيتحط فين وبيتعمل بيه ايه. جمال ميشن امبوسيبل ديد ريكونينج اللي هو بارت 1 اللي لسه نازل ده، بالنسبه لي انا ان انا على حد تعبيره قلت هو قدر يعمل خلطه ناجحه جدا. وانا بحرق لك تقييمي من الاول خالص ان الفيلم متميز جدا، ولكن قدر يعمل خلطه ناجحه جدا من عناصر متهالكه، لانه هنا بيواجه حاجات كتيره وحاجات صعبه. ايه هي الحاجات الكتيره والحاجات الصعبه؟ ده اللي انا هقول لك عليه في الفيديو. السلام عليكم، فيديو جديد من فخ فيلم. يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده. والنهارده توم كروز راجع يجري، وده تحديدا بقى انت عارف الافيه السخيف بتاع بيجري على اكل عيشه، ده تحديدا بيجري لدرجه ان انت بيصعب عليك الناس اللي بتجري وراه. والله ما بعرف، انت لو شفت الفيلم ده هتفهم انا قصدي. بيرجع هنا في مواجهه جديده ضد خصم صعب جدا، والمره دي بقى تتابعوا مع الموضه بتاع العصر هنا، او يمكن هي في الافلام ما كانتش موضه جديده، ولكن احنا لسه سامعين عن الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي 4 والحاجات دي كلها. فهو هنا بيحارب الذكاء الاصطناعي تحديدا. هتيجي تقول لي ترمينيتور، اقول لك لا دي نسخه يعني واقعيه شويه من موضوع ترمينيتور. ايه الفكره؟ بيبدا الفيلم عندنا بغواصه روسيه على مستوى عالي جدا من الصراع والدقه، لدرجه ان بقيه الغواصات ما بتقدرش تكشفها، ولكن بتحمل سر خطير، وهي انها بتحمل مركز في برنامج ذكاء اصطناعي خارق، تمام، وعندهم القدره على التحكم فيه. ولكن بتتعرض لموقف غريب جدا من ناحيه مهاجمه او تتبع غواصه ليها اخرى، ولكن الامر بيتطور الى انفجار الغواصه دي بدون سبب معروف في الوقت ده. بعديها بشويه في اجتماع للمخابرات او اجهزه الامن الوطنيه الامريكيه من عدد من الرؤساء، بيبتدي يكشف لك بعض التفاصيل، وهي ان في برنامج ذكاء اصطناعي خرج او تمرد واصبح بيتصرف في انتقاء نفسه للسيطره على اجهزه الامن العالميه، بل انه احيانا بيلاعبهم ان هو بيقدر ان هو يدخل ويسيب اثار منه او فيروسات موجوده فيه ويطلع، او يسيب رسائل ويطلع. فهو النظام كانه بيلعب شطرنج معاهم، وبيقولوا ان الوضع خطير جدا ولابد من مواجهه الوضع ده. ولكن كيفيه مواجهته ازاي؟ ان الروس نفسهم قدروا ان هم يبتكروا نوع من المعادلات او نوع من البرامج قادره على كبح جماح برنامج الذكاء الاصطناعي ده، او من الاخر خالص التحكم فيه. وهي دي النقطة اللي بتخلي كل أجهزة المخابرات على مستوى العالم بتجري ورا الموضوع ده. والموضوع ده كله بيتم عن طريق مفتاح مقسوم نصين بيتعشر في بعضه، وهو الوحيد القادر على تشغيل المنظومة دي. وبتبقى هدف الحوارات دي كلها هو السيطرة على المفتاح أو الحصول على نصفين المفتاح اللي كل واحد في مكان مختلف ومش معروف هما فين. ومن هنا بيتم الاتصال بتوم كروز، وطبعا احنا عايزينك تجيب المهمة دي وتجمع فريقك، بس لو اتمسكت احنا ملناش دعوه بيك، في نفس النمط السائد في افلام ميشن امبوسيبل. وبعد اختفاء سامانته إلسا بيكتشف ان هي قدرت تلاقي نص المفتاح الاولاني، وبيحاول التوصل ليها والحصول منها على نصف المفتاح. ومن هنا بقى بتضم مغامرات يعني قمه في الاثاره والمتعه على كل انحاء الكره الارضيه، من دول ايطاليا والنمسا وامريكا وروسيا ودبي. دبي دي احنا لازم نتكلم على مشاهد دبي دي. وبيتضح بعد كده ان مطالبه نصفين المفتاح اللي هو الرغبه في التجميع والحصول عليهم ما هيش رغبه موجوده عند اجهزه المخابرات المختلفه فقط، ولكن موجوده عند تجار السلاح وملوك العالم السفلي. والناحيه الاخطر ان هي موجوده عند برنامج الذكاء الاصطناعي نفسه، اللي هو ليه عملاء من البشر ان هم يخشوا في المعادله ويلخبطوا الدنيا من اجل الحصول برضو على المفتاح. ليه؟
ده الغرض او الحاجه اللي موجوده في الفيلم، واللي بلاش احرقها لك لان هي ممتعه جدا. وبتضح هنا ان هم بيستخدموا جابرييل العميل اللي ليه ماضي لم يتم ذكره قبل كده مع ايثان هانت نفسه او توم كروز، موجود يمكن من قبل الجزء الاول، ودي حاجه بتثير عندك التفاعل او الرغبه ان انت عايز تعرف هو ايه اللي حصل بينهم قبل كده، لان واضح ان هو ماضي قاسي جدا. الفيلم هنا او الجزء الاول لما بينتهي ما بينتهيش بالسيطره على الموضوع او التحكم فيه، ولكن بينتهي تحديدا عند مين هيقدر يستحوذ على المفتاح، ومين هيقدر يمنع وقوعه في ايدي تانية، او مين هيقدر يسيطر عليه بحيث ان هو يتحكم في برنامج الذكاء الاصطناعي المرعب اللي دول كتير عايزه تسلحه، واللي هو اساسا عايز يسيطر على الدول دي المغامره الجديده من ميشن امبوسيبل في اطار مستمر من رغبه دفينه عند توم كروز ان هو عايز يلمع نفسه طول السين ده. انا بقول لك كده ليه؟ وانا بتفرج على اعلان فيلم خليها الاول اقول لك، واحنا طالعين وانا وصاحبي طالعين من السينما، فهو لقيته بيقول لي والله الفيلم انا كان في دماغي ان هو كان هيبقى اعلى من كده. طبعا انا قابلته برد فعل متحفز شويه وقلت له لا، على فكره بقى الفيلم ده احلى بكتير مما توقعت، واحلى بكتير من الاعلان اللي انا شفته، لان الاعلان بالنسبه لي كان جيد ولكن ما كانش محفز، او انا حاسس ان في حاجه جديده او حاجه صعبه هم يعملوها. وايه دي بقى النقطه او فكره التميز اللي موجوده بقى هنا؟ توم كروز في سلسله افلامي الاخيره من ميشن امبوسيبل، وانا داخل اتفرج على الفيلم ده كنت متوقع ان هو هيلعب لعبه ان خلاص يعني الجسد الله يرحمه، السن باين عليك، السن باين عليه فعلا. وفي اول مشاهد الفيلم، مش المشاهد الاخيره، اول مشاهد الفيلم واضح قوي، هو حتى والتيم اللي مع فينجر هومز وسايمون بيج، واضح ان والسن كان ليه حتى علامه مميزه جدا هقولها كمان شويه يمكن عند فينجر هومز. فانا توقعت من هنا هو هيبتدي يعمل حاجه زي نواه كده، ان السلسله بعد كده تستمر ولكن بطوله شخصيه جديده، او ان هو هيبتدي يدخل عنصر جديد معاه، وبعد كده العنصر ده هو اللي هيكمل بقى، لان خلاص انت ما عادش في حاجه تقدر تعملها. ولكن الراجل بيعاند نفسه او بيعاندنا او بيعاند الزمن، وبيكمل بطاقه ولياقه غير طبيعيه. كل مشاهد الكبر السن اللي موجوده في الاول لما بتيجي تتفرج بعد كده على مشاهد القتاليه اللي موجوده ومشاهد الجري، الراجل ده مدمن جري فعلا. مشاهد الجري اللي موجوده لياقه غير طبيعيه، في مشاهد جري فعلا وهو بيجري، وفي ممثلين تانيين بيجروا وراه، والله وانت بتتفرج تحس كده ان الممثلين اللي بيجروا وراه بيعانوا، مش عارفين يحافظوا على الريتم بتاع الجري بتاعه، مش عارفين يكملوا في المطار ده عادل. ده بينقلنا على نقطه الريتم بتاع الاحداث بتاع الفيلم. اولا مشاهد الفيلم معبد بمشاهد الاكشن والاثاره، متميز جدا في حشد المشاهد دي. الريتم بتاع الفيلم هو نفس الريتم المعتاد من افلام ميشن امبوسيبل ومحافظين عليه جدا. ويمكن تساووا ان المخرج المشهور بتاعه هو كريستوفر ماكويري، صاحب الصوره السخيفه اللي هي الميم اللي موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، ان هو الطفل اللي كان مع توم كروز في جيري ماجواير، بعد كده كبر واكبر من توم كروز نفسه، ولكن في الحقيقه هو ده المخرج ما هوش الطفل. وهو ده تقريبا خامس تعاون ليه، او بالفيلم اللي جاي هيبقى كمان سادس تعاون ليه. عمل معاه فيلم ايدج اوف تومورو، ميشن امبوسيبل روج نيشن، وميشن امبوسيبل فول اوت، وجاك ريتشر، غير انه كتب له عدد كبير من الافلام. فواضح ان الكيمياء ما بينهم في احسن حالاتها، متميزه جدا. اداء الممثلين موجود، اولا واضح كده ان ايثان هانت مستلف حاجه من جيمس بوند، ان هو العلاقات النسائيه بتاعته ما بتستمرش، فهو هنا تم دعم وظهور شخصيه نسائيه جديده متميزه جدا، اللي هي السارقه اللي بتقوم بدورها هيلي اتويل، وهي بصراحه كانت متميزه جدا، خصوصا الشخصيه بتاعتها شخصيه متقلبه مغامره مراوغه دايما، فعملتها بصوره جيده. ورغم ان يعني انا طبعا ريبيكا فيرجسون انا من عشاق الممثله دي، والدور بتاعها انا بعتبره من اجمل الادوار النسائيه اللي كانت موجوده على مدار السلسله كلها. ولكن واضح ان النهايه المحطوطه ليها هنا كانت محبطه جدا ليا بصراحه. كذلك دور فانيسا كيربي في ذا وايت ويدو رائع بدرجه كبيره جدا. شخصيه المين فيلن جابرييل اللي قام بدورها إيساي موراليس بصراحه كان مميز جدا. الاختيار ده موفق جدا ان انت تحطه ان هو ليه كاريزما او درجه لمعان قريبه شويه، وتقدر تواجه درجه الطغيان بتاع النجم توم كروز. فهو بصراحه كان جيد جدا. النقطه اللي انا كنت بتكلم عليها ان انت ازاي بتستخدم عناصر متهالكه دي، اللي انا بتكلم عليها في سايمون بيجز. طبعا هو بعيد عليه السن، ولكن فين جرامز هنا ده الذكاء بقى، ان انت الراجل واضح جدا السن باين عليه. لو انت ركزت في معظم المشاهد بتاعه ما فيش ولا مشهد كان بيمشي فيه او بيتحرك، كل المشاهد بتاعته وهو قاعد فعلا على كراسي. فواضح ان السن ظاهر جدا عليه. الذكاء ان انت قادر ان انت توظفه في وسط مشاهد اكشن من مكانه كخبير الكمبيوتر، ازاي بيتحكم وازاي مدخله ومعشقه مع المطاردات ومع السيطره على الكاميرات والاجهزه الالكترونيه والحاجات دي كلها. دي اللي بقول عليها بقى الحرفنه والتمكن، ان انت ازاي بتقدم لي من العناصر اللي ما عادش عندها قدره انها تقدم نفس الاداءات السابقه، ولكن بتطلع لي منها اداء متوازن ممتع جدا جدا. فكره التهالك كمان قائمه على وانت بتتفرج على الفيلم. هو ده النقطه اللي انا كنت بقول عليها في الاول، ده انا وانا بتفرج على الاعلان ما كنتش عارف هم ايه اللي هيقدموه جديد. انت مش هنبص من دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه بعد افلام
الاكشن الاخيره اللي هي عماله بتعلي على بعضها بصوره غير طبيعيه. بقى خد عندك بقى جون ويك، فاست اند فيوريوس، وغيرها من افلام السوبر هيروز. انت كميشن امبوسيبل عندك كده تقدمه، يعني ايه الاكشن اللي انت هتعلي بيه؟ خصوصا ان الاكشن بتاعك ليه ليميت برضه، انت ما بتعمليش اكشن خيالي، ما تقدرش تعمل لي اكشن خيالي قوي يعني. انت محدود بالحدود اللي عملتها الشخصيه في الافلام اللي قبل كده. الذكاء بقى الكبير جدا في التعامل هنا، يمكن من الانتاج او من الكتابه او من الاخراج، ان هو هنا ما علاش في الاكشن، لان هو تحديدا مش هيعرف يعلي في الاكشن على افلام تانية، وما عرفش او هو مهتمش ان هو يعلي بالاكشن على افلامه السابقه، لكن هو عمق لك مشاهد الاكشن الموجوده جدا. عارف لما يبقى المشهد مركز ومتقن وممتع، رغم ان هو بيفكرك بمشاهد تانية انت شفتها، ولكن مع ذلك بيحافظ برضه على القدره ان هو بيكتم نفسك. انت قاعد بتبقى في مشاهد معينه يعني مقطوع الانفاس وانت بتتفرج عليها فعلا. هو اشتغل هنا فعلا على الكيف مش الكم، قدم لك مشاهد اكشن مركزه متقنه، ولعب على نقطه طول ما انت بتتفرج على الفيلم لو انت ركزت معاها هتطلع منها حاجات كتيره. طول ما انت بتشوف مشاهد الاكشن او حاجات معينه انت تكتشف ان هو يا اما عامل استفاده من شخصيات سابقه موجوده في السلسله. كده احد النقط اللي نبهني ليها صديقي الاسلام، ان شخصيه اللي هو مدير الام اي اف الميشن امبوسيبل فورس هو نفسه اللي كان موجود في الجزء الاول خالص، كيتريدج. فتخيل هم جايبين له استدعاء من الجزء الاول. مشاهد كتير بقى وانت بتتفرج عليها، مشهد الموتوسيكل اللي بيجري على حافه الجبل ده قريب جدا من مشهد كان موجود في اعتقد تاني او تالت جزء. مشاهد القطار والصراع اللي كان موجود طبعا بيفكرنا من المشاهد الرمزيه اللي كانت موجوده في الجزء الاول لمعركه او صراع القطار الاخير. هنتكلم عن المشاهد اللي فوق سطح القطر طبعا، ومشاهد كتير بقى تحس ان هو يعني الحته دي كانت قريبه من مشهد كان موجود في الفيلم قبل كده، في فيلم مش عارف الجزء الثاني في الجزء الثالث. عملها في استدعاء لطيف جدا بيخلي عندك في تواصل، في شغف، في اهتمام اكتر وانت بتتفرج. دي كانت من احلى نقاط الجذب ليا وانا بتفرج على الفيلم. كذلك برضه عشان ما انساش النقطه اللي انا كنت بتكلم عليها على مشاهد دبي، فكره توظيف ان انت الله اعلم تصرف فلوس، اكيد هم مصروف فلوس عشان يعمل دعم لظهور مدن عربيه زي ما عمل قبل كده في ابو ظبي بالنسبه لتوم كروز او لدبي. ودبي هنا مطار دبي تحديدا بتقوم فيه مطارده شيقه ومشاهد اكشن من اجمل ما يكون. الموضوع ده يا جماعه مهم جدا، الموضوع ده بيفرق بطريقه غير طبيعيه. اولا المشاهد على قدر جمالها، انت لو عمال بقى تتفرج على امكانيات المطار وعلى امكانيات البلد، الحاجات دي بتلمع قوي، الحاجات دي بتفرق قوي. انا ما اعرفش ليه دول كتير ما بتقدرش تستغل الموضوع ده بصراحه. فمشاهد مطار دبي اللي كانت موجوده في الفيلم ده من احلى واجمل المشاهد اللي موجوده فعلا في الفيلم كله. الفيلم ده من الافلام الجيده جدا فعلا، انا شفتها في سنه 2023. فيلم شيق جدا، فيلم يخليك فعلا متشوق ان انت تعرف هيعملوا في الجزء الثاني. واعتقد ان معظم مشاهد الفيلم ده سواء في السينما او حتى اللي هيشوفوه بعد كده لما ينزل هيبقوا متشوقين جدا، او هو ضمن لنفسه الجمهور ان هو يشاهد الجزء الثاني. توم كروز واحد من اذكى صناع السينما في هوليوود والعالم فعلا، وقدرته على دعم موهبته التمثيليه بقدره انتاجيه عاليه، يعني دي نقطه ذكاء تحسب ليه الى ابعد درجه من كده. ميشن امبوسيبل ديد ريكونينج يعني من الافلام اللي بتخليك متشوق ان السلسله دي تكمل 10 افلام جايين. حتى لو توم كروز كبر وعجز فهو واضح انه عنده القدره وعنده الصياغه او الشطاره اللي تقدر تقدم نفسه وتخليه يكمل، او الله اعلم بقى هيبتدي يعمل فرانشايز لشخصيات تانية ولا لا. دي الاسئله المطروحه ونتمنى ان احنا نلاقي اجابات ليها بتزيد من متعتنا اثناء مشاهده هذه السلسله. تحياتي واشوفكم في فيديو قريب. سلام.